وبتقطع الكهرباء عن المنطقة اللي حصل فيها التفجير، بس بترجع بعد شوية. وبيلعب الضابط نور مع العساكر في الكتيبة، وبيكون متابعهم الضابط خالد وشايفهم وشايف ان اللعب ده مفيد لنفسيتهم جدا. وبنشوف مجموعة عساكر في كمين الرفاعي، والقائد بتاعهم بيوجههم انهم لازم يكونوا حذرين جدا الفترة الجاية. وبيوصل الضابط خالد على مبنى التلفزيون وبيقابل والدته واللي بتشتغل مخرجة هناك، واللي بتثبته عشان هيتعشى معاها النهاردة. وبيتقابل ابو البراء مع الدكتور وحيد، وبيكون وحيد ملوش دعوة بمعارك ابو البراء وعاوز يشتغل لحساب نفسه بس، لكن ابو البراء بيهدده بضياء اللي قتله، فبيوافق وحيد على طول من غير تردد. وبيوصل نور على عيد ميلاد والدته اللي مش متوقعه انه يكون موجود في عيد ميلادها، وبتكون فرحانة بالحكاية دي. وبيتكلم 2 من التكفيريين على عمليات ضد الثانوية نفسهم عشان يؤذوهم وحياتهم تكون جحيم. وبيروح خالد ونور للقائد بتاعهم في المستشفى عشان يطمنوا عليه، وبيدور حوار بين خالد والقائد عن ورقة موجودة معاه. وبيهجم التكفيرين على عربية مواد تموينية وبيسرقوها وبيمشوا بعد ما بيهددوا السواق بالقتل. وبيروح الضابط خالد لميكانيكي بس بيساعد الجيش وبيديله معلومات جديدة عن التكفيريين. وبيدور بعدها حوار بين الشيخ سالم والدكتور وحيد، واللي بيكون وحيد رأيه ان مفيش بطولة في الموت، والكلام ده بيضايق الشيخ سالم لان ابنه مات من فترة قريبة. وبيتكلم نور مع الضابط هارون في كمين الجورة، وبيطمنوا هارون ان كله تحت السيطرة. وبعدها بيدور حوار بين خالد ونور عن التكفيريين اللي مانعين حد يصلح محطة كهرباء هناك، وده عشان تفضل الكهرباء مقطوعة فترة طويلة. وبيعمل الضابط نور كمين للتكفيريين عند محطة الكهرباء، وبيقدر انه يقضي عليهم كلهم. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت دراما.